النهاردة بقى هنعمل جلاش حلو، حاجة كده تحفة مورقة بالمنظر ده. حاجة الحشوة ثابتة وحاجة جميلة، تحلية كده من الآخر. بصوا المنظر، اوريكم كمان القرمشة. تعالوا بقى نشوف المقادير والطريقة. معانا هنا لفة جلاش، بس أهم حاجة يكون نوع حلو. ومعايا مكسرات ومعلقتين عسل، هقلبهم فيها، دول اللي هيثبتولي الحشوة. وهحط برضه كيسين فانيليا، عايزة تحطي قرفة حطي، مية زهر حطي، الطعم اللي تحبيه ضيفيه في الحشوة. قلب الحشوة تقليبة حلوة كده من فوق لتحت عشان كل المكسرات تبقى مطيلة العسل معانا. كده قلبتها كويس اهي. اسيبها دي بقى وتبقى الحشوة معانا جاهزة بالمنظر ده. هبدأ بقى هنا اجيب ورقة الجلاش، انا هقطعها على قد الصينية، اقطعها بنفس مقاس الصينية. انا هقطعها مدور، تقدري تعمليها في صينية مربعة براحتك. انا هعملها في صينية مدورة، وحابة ان اقطعها زيادات ومش هرميها، هحطها في الحشوة من جوه، مفيش حاجة هنرميها. انا بقطعها هو بالمنظر ده حوالين الصينية كده. اخد المقاس اقطع على اساسه، احاول اسلك كده الورق. انا هنا هشيل الصينية بره واقطع بقى براحتي كده. خدت صينية المقاس الصينية وهقطع مكان ما خدت كده المقاس، هقطع واسلك كده. خلاص اسلك بقى كده الورق بالراحة، وده هستخدمه تاني مش هرميه، هحطه في النص كده. ادي سلكت كده خلاص كده معايا مقاس الصينية، والورق ده هستخدمه هحطه على جنب كده. الصينية بقى اللي هستخدمها وادهنها كده من تحت دهنة حلوة، ومن الجناب، جناب الصينية كده من الجوانب ابدأ ادهن كويس كده. خلاص بقى ابدأ افرد الورقة ورقة. انا مش هحط بين كل طبقتين سمنة، لا، بين كل طبقة وطبقة احط سمنة بالمنظر ده. ارص كده ورقة ورقة وادهن من كل طبقة سمنة. اهم حاجة للجلاش نوع الجلاش يكون كويس، معلش يكون غالي شوية مش مهم، بس يدينا تنتيجة حلوة. ونوع السمنة، دول الاتنين اللي هينجحوا معانا صينية الجلاش. اقل الامكانيات هنعمل احلى صينية جلاش، واوفر وانضف من بره. بنجيبها باسعار رهيبة من بره، لا احنا هنعملها احنا في البيت بايدينا. هدهن بين كل طبقة وطبقة بالمنظر ده لغاية ما اوصل لنص الجلاش. وكمان هنا حطيت اللي انا قصيته ودهنته. اقفل عليه عادي بورقة جلاش، مش هنرمي حاجة ولا هنهدر حاجة. طبقة سمنة كده على ورقة جلاش. هبدأ بقى احط الحشوة بتاعتنا، احطها كده في النص واحاول اوزعها كويس بحيث كل قطعة تبقى واخدة الحشوة. افرد الحشوة على قد ما اقدر كده على الصينية بالمنظر ده. هجيب بقية الحشوة واحطها بحيث تبقى كل قطعة واخدة الحشوة. افردها كده واظبط الصينية بالمنظر ده كده. انا خلاص الحشوة جاهزت معايا في الجلاش. هبدأ اقفل عليها بورق الجلاش بالمنظر ده. ابدأ ارص تاني طبقات الجلاش وادهن بين كل طبقة وطبقة نفس اللي عملته في النص الاولاني. كمل كده معانا الورق، واظبط كده الورقة من الجناب
وابدأ ادهن طبقة سمنة لغاية ما اخلص بقية الورق معايا. نص طبقات الجلاش من فوق والنص التاني من تحت، ومعايا ورقة اهيت حطيتها عادي مش هنرمي حاجة. وهكمل كده واقفل الصينية بتاعتنا لغاية ما اخلص طبقات الجلاش اللي معايا. بالمنظر ده كده انا خلاص قفلت الجلاش، واخر طبقة معايا اهي. ابدأ ادهن الوش واقطعها، وهنا التقطيعة اللي تحبيها، عايزة تقطعيها مربعات قطعيها، انا هقطعها سمبوكسات كده بالورد. اقطع كده بالطول، وبعد كده هقطع عكس. قطعيها التقطيعة اللي تحبيها بالشكل ده. قطع كده كده خلاص. هقطع بقى عكس لغاية ما اخلص الصينية معانا. حاول كده اظبط شكل الصينية. مسكت معايا الصينية، امسك بقى معلقة او شوكة ادخل الاطراف كده لجوه، احاول اظبط شكلها بالمنظر ده. هنا جازت معانا، والمنظر هو ده النهائي قبل ما ادخلها الفرن، ويكون الفرن عندنا سخن. ادخلها دلوقتي بقى الفرن لغايه ما تحمر، وهي كده معانا استوت. هبدأ بقى ايه، عندي شربات بارد مجهزاه. عندي شربات بعمله 2 ل1، يعني 2 سكر ل1 مية، وعصرة ليمونة وفانيليا. ممكن تحطي النكهات اللي بتحبيها في الشربات. كده كل الجلاش بتاعنا بحيث كله يبقى خد الشربات، وهسيبها لما تبرد وبعد كده ازينها. انا كده هوريكم المنظر اهو، المنظر من قريب حاجة جميلة ومورقة. اكون بقى معايا فستق مجروش او اي مكسرات تحبي تزيني بيها، هزين بيها الوش بالمنظر اللي شايفينه ده. زينيها زي ما تحبي وعلى ذوقك. بصوا المنظر. هبدأ بقى اخرج لكم كده حتة عشان تشوفوا قد ايه هي مورقة وكريسبي وطرية من النص، والحشو متماسكة. بصوا المنظر مورق وكريسبي وجميل. جربيه، يا رب الوصفة تكون عجبتكم. صحة وهنا على قلوبكم.